معلومة على السريع، كتير منكم شاف مهرجانات السينما والممثلين اللي واقفين على السجادة الحمراء وحواليهم المصورين والصحفيين بيستقبلوهم أحسن استقبال. طب إيه حوار السجادة الحمراء ده؟ أنا هقولك. الموضوع بدأ لما مرات البطل أجممنون اللي هو بطل حرب طروادة كان هيرجع المدينة بعد غياب 10 سنين وانتصاره في الحرب، فهي قررت تستقبله استقبال فاخر على الآخر، ففرشت سجادة حمراء من أول المدينة لحد القصر بتاعه. طب اشمعنى؟ أولاً اللون الأحمر ده لون غالي جداً، ثانياً الطريقة دي كانوا بيستخدموها في استقبال الآلهة دليل على العظمة والهيبة. حتى أجمامنون لما وصل وشاف المنظر ده كان خايف يمشي على السجادة لا الآلهة تغضب عليه، إنه يعني بيقارن نفسه بيهم، وبدأوا بعد كده يعملوا الطريقة دي في استقبال الملوك والأمراء والرؤساء. وأول مرة كان سنة 1821 لما استقبلوا الرئيس الأمريكي جيمس مونرو وهو راجع من رحلته الدبلوماسية. وأول مرة في الفن كان سنة 1922 في أول عرض الفيلم روبن هود. وسنة 1961 بدأوا يستخدموا السجادة الحمراء في حفل توزيع الأوسكار، ومن وقتها الموضوع بقى رسمي ومتثبت في كل مهرجانات السينما زي مهرجان كان أو الجونة أو مهرجان توزيع الأوسكار. دليل يعني على عظمة الممثلين وهيبتهم والفخامة بتاعة المهرجان. وبس يا سيدي، هي دي كل المعلومة.